ايه هو اول جهاز مساحي او رصد للقياس على وجه الارض؟ تخيل انه الانسان، تعال اشرح لك ازاي. الانسان نفسه هو اول جهاز رصد وقياس منذ ان بدات الخليقه، ده لان الانسان بدا يفكر انه يستخدم اجزاء جسمه ويحولها لجهاز لقياس المسافات والاطوال، وذلك عن طريق القياس بالخطوه والدراع والباع والشبر والاعين وغيرها من اجزاء جسمه. هنتكلم في البدايه عن الخطوه، ودي كانت بتستخدم في قياس المسافات الافقيه، وكان بيتراوح طول الخطوه من 70 ل 80 سم على حسب طول الشخص نفسه، وكان عدد الخطوات لكل 1 كيلو متر يتراوح ما بين 1300 ل 1400 خطوه. تاني حاجه هنتكلم عنها الدراع، وهو وحده قياس تقليديه لقياس الطول وقياس المسافات العرضيه، وكان بيعتمد في القياس على طول الساعد، ويبلغ طوله من حوالي 45 الى 60 سم على حسب طول الشخص نفسه. ثالث حاجه هنتكلم عنها الباع، وهو وحده قياس طوليه تستخدم ايضا في قياس المسافات العرضيه، وتشمل الذراعين بالكامل من الذراع الايمن الى الذراع الايسر بالاضافه الى الصدر، ويتراوح طوله ما بين 180 سم الى 2 متر على حسب طول الشخص نفسه. وكلنا شفنا بياع القماش في الماضي كان بيقيس القماش بتاعه من غير المتر. رابع حاجه هنتكلم عنها الشبر، يبلغ طوله من حوالي 18 سم الى 22 سم، يعني بمتوسط 5 اشبار لكل 1 متر. خامس حاجه النظر، كان الانسان بيستخدم عينه كجهاز مساحي ورصد لرؤيه وتحديد الاهداف مثل التتليت والتوجيه على الاهداف، وده اللي بتقوم به الاجهزه المساحيه الحديثه الان. هنتكلم في الفيديو القادم ان الانسان بدا يطور من هذه الوسائل باستخدام وسائل بسيطه كاجهزه قياس.